بعد تأكيد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عن حسمه للانتخابات التشريعية وفوزه بها قبل انطلاقها، ليأتي الرد سريعا من قبل رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مؤكدا أن التشريعيات ليست محسوبة مسبقا كما يروج له من قبل بعض الأحزاب التي تزرع التشاؤم وثقافة اليأس على حد قوله، وأن هذه الثقة الزائدة تتنافى مع الشعب والأمة من جهة والديمقراطية التي تتغنى بها بعض الأحزاب من جهة أخرى. بالعباس برر مشاركة حزبه في التشريعيات بعدما قاطعها سنة 2012 اقتناعا منه بضرورة إعطاء انطلاقة جديدة للجزائر من خلال تعبئة الفرد والمجتمع التي ستخرج البلاد حسبه من المأزق التي تعيشه. رئيس الحزب أردف قائلا أنه يتوجب علينا التوقف عن القول بأن النشاط السياسي لا يجدي نفعا وأن الأمور محسوبة سلفا، وهو ما كان سببا في خسارة كل المعارك التي لم يخوضها الحزب. إذا ملامح أرسيدي سعدي ليست هي نفسها أرسيدي بالعباس من خلال التغيير في بوصلة الخطاب، فهل هو رجوع للصف أم أنها لحاجة في نفس يعقوب يقضيها؟